بلدنا دي مقسومة نصين، ناس معاها فلوس كتير قوي وناس ما معاهاش خالص. انا ما معيش خالص. عارف، مفروض بقى اللي معاهم يدوا اللي ما معاهمش، فاهم؟ ابسطها لك، تفتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع؟ ابسطها لك، لو انت قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ طبعا. طبعا ازاي؟ انت لما تاخد المعلقه اكل انا بايه؟ يا عم انت هتجنني يا واد، الدنيا كده كله بياكل من كله. يعني تفتكر العالم اللي عايشه في القصور دي عندهم عربيات بالملايين؟ جابوها منين؟ من المرتب؟ وما تعمليش كده، فاهم؟ يعني احنا لو سرقنا هنسكن في قصور؟ لا، حرامية درجات، هما بيسرقوا طبق الكشري بحاله، انما احنا غلابة بناخد معلقة ناكلها. ومن الاخر بقى، انت لو ما عملتش كده مش هتتجوز سامي لا في شهر ولا في سنة ولا بقيت عمرك كله. الله، وبعدين احنا بنعمل يا ابني حاجة غريبة، احنا بنعمل زي ما كل الناس بتعمل. يا معلم، ده انا كنت مغفل قوي. ازاي قعدت المده دي كلها ما سرقش؟ انا معاك يا معلم. انا كمان اول ما شفتك قلت ما شاء الله، الواد ده طول بعرض وهيبقى سندي. انا يا ابني كبرت ومحتاجك جنبي. علشان ايه؟ هو في ايه؟ جنبك؟ لا ما اقصدش، انا اما ابسطها لك، انا لما بقول لك محتاج جنبي اقصد تبقى انت عكازي في ظهري على طول. ليه؟ حاضر. علشان لما في ايه يا جدع؟ في ايه؟ انت هتجنني؟ في ايه؟ انت معايا ولا مش معايا؟ انا معاك يا معلم. اهم حاجه في شغلتنا دي الدقه. لا دي لعبتي. ويوم ما تفكر تنشي لازم تصيب.